مساء الخير، مساء الخير على شعب الأهلي العظيم في أي مكان في الدنيا. معاكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة، الحلقة رقم 19، حلقة يوم الثلاث. في الحقيقة زي ما متعودين قبل ما نتكلم عن موضوعات الحلقة، أنا مدين ليكم بالشكر يا أهلاوية على الدعم والتفاعل معايا في الفترة اللي فاتت، حتى وإن كنت منتظر دعم أكتر وأكتر، لكن أكيد بشكركم على كل الدعم اللي فات، ومنتظر منكم إن كل واحد يتفرج على الحلقة فضلا بالتأكيد وليس أمرا إن هو يدوس على اللايك، ما استخسرش فينا اللايك. واللي لسه ما اشتركش في القناة وبيتفرج علينا لأول مرة يشترك في القناة، يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان لما نشير الحلقات بتاعتنا كل يوم حد وثلاث وخميس الساعة 5 مساء يوصل له إشعار الحلقة. وأتمنى بعد ما تتفرجوا على الحلقة ويا رب تنال إعجابكم إن احنا نشيرها على منصاتنا عشان نوصل لأكبر عدد من الأهلاوية، عشان قناتنا المتواضعة دي تكبر بعد فضل ربنا يكون بفضلكم انتوا يا أهلاوية. ودلوقتي يلا نتعرف على موضوعات الحلقة 19. اكتمل الجهاز وهنبدأ المشوار. الوزير والإنجازات. ليه شهر يا اتحاد الكورة؟ هو لسه الزمالك عايز زقة تاني؟ ده خد زقة تاني وزقة تالت وزقة 10 و100 وزقة مليون. ودلوقتي مع الموضوع الأول في حلقتنا النهاردة، وهو اكتمل الجهاز وهنبدأ المشوار بتوفيق ربنا يا رب، بالتوفيق اللي بنطلبه من ربنا إن شاء الله. الجهاز أنا بصور حلقة فجر يوم الثلاث، لكن في الوقت اللي انتوا تتفرجوا فيه على الحلقة يعني توقيت الساعة 5 أو بالكتير الساعة 9، آخر فرد من أعضاء الجهاز الفني لمستر يستروب هيكون وصل القاهرة إن شاء الله، والجهاز كله يكتمل ويقود مران بكرة يوم الأربع، يعني يقود مران الأربع، وإن شاء الله هنسافر يوم الخميس ونبتدي رحلتنا الأفريقية للبحث عن الأميرة رقم 13. المهم الجهاز ده بيتكون من مين؟ طبعا كلنا عارفين كابتن وليد صلاح هو مدير الكرة، ويعتبر زي ما تعرفنا من زمان دايما مدير الكرة هو رئيس الجهاز. المدير الفني هو مستر يس كريستيان توروب، ده المدير الفني. معاه كينيت هندرسون، ده مدرب عام. وكابتن عادل مصطفى، وده المدرب المصري الوحيد في الجهاز، هيكون مدرب مساعد. كمان معاه راسموس، ده مدرب مساعد وفي نفس الوقت مخطط أحمال. كمان معانا هنريك هندرسون، ده محلل أداء. ومستر نيكولاس ليودبرغ، ده مدرب حراس مرمى. بنتمنى يا رب يا رب يا رب يكون توفيق ربنا ملازمكم في كل خطواتكم اللي جايه، لان توفيق ربنا ليكم هو توفيق للنادي الاهلي. في الحقيقه حصلت حاجه النهارده، يعني امبارح اللي هو الاثنين، ان الراجل مستر يستروب سأل على كابتن امام عاشور واراد طلب الاطلاع على البرنامج التدريبي بتاعه او خطوات علاجه وتقدمه في العلاج او في الفتره التاهيليه بعد اصابته بفيروس ايه. ده دايما بيخليني اقول ان اللي قلناه من كذا حلقه، ان الراجل ده من اول ما عرض عليه النادي الاهلي هو عمال يذاكر النادي الاهلي. اول ما النادي الاهلي تفاوض معاه ابتدى يذاكر النادي الاهلي وابتدى يتعرف على لاعبيه. فزي ما قلتها الحلقه قبل اللي فاتت، الراجل ده باصص للاهلي ان الاهلي نقله، مش باصص لنا من فوق، مش باصص لنا نظره فوقيه، لا هو واثق ان النادي الاهلي ده هيرفع من السي في بتاعه يا رب. كمان عمل حاجة عجبتني جدا، يعني هو طلب 3 ماتشات للنادي اللي هنلعبه في بوروندي، نادي ايجل نوار، في الدور ال 32، ومحلل للأداء بتاعه أو الاثنين محللين أداء بعت لهم ال3 ماتشات دول يحللوا أداء الفريق ده. يعني الناس دي قبل ما توصل للقاهرة هم بيذاكروا الفريق اللي هيلعبوا النادي الأهلي. يا رب اجتهادكم ده يكون ليه صدى طيب جدا، ويكون توفيق ربنا محالفكم، لأن من غير توفيق ربنا مش هنقدر نعمل حاجة خالص. يا رب يا رب يا رب ربنا يكون معاكم ويوفقكم لنجاح النادي الأهلي. ودلوقتي مع الفقرة الثانية في حلقتنا النهاردة، وهي الوزير والإنجازات. في الحقيقة الوزير اللي هنتكلم عليه احنا اتفقنا بالتأكيد من أول خطوة لينا في القناة بتاعتنا إن احنا قناة رياضية مختصة بالشأن الرياضي بس، مش هنتكلم عن أي حاجة مش رياضية. فأكيد الوزير اللي نقصده هو سيادة الوزير، وزير الشباب والرياضة. في الحقيقة خرج بتصريح امبارح وقال ان الانجازات اللي اتحققت في 8 سنين اللي هي فترة وجوده في الوزارة او قيادته لوزارة الشباب والرياضة تفوق الانجازات اللي اتحققت في 70 سنة. برضه انا مش عارف ليه 70،
يعني في الحقيقة يعني أرقام، على اعتبار أو سيادة الوزير اعتبر أن صعود المنتخب في عهده في 2018 2026 ده إنجازات ما حصلتش في تاريخ الكرة المصرية، واعتبر أن دي إنجازات تحسب لي. طب يا سيادة الوزير، نصيحة من أخ، وعفوا أخ أكبر في السن، أكيد أنت أخ أكبر في المقام في القيمة والقامة يعني. يا سيادة الوزير، ما ينفعش في فيلم كبير ناخد مشهد ونقول هو ده الفيلم. لو حضرتك عايز تشوف ان لقطة صعودنا لكأس العالم ده الانجاز، طب وكل الفشل اللي غير صعودنا لكأس العالم محسوب لك برضو ولا محسوب عليك ولا ايه بالظبط؟ فهمنا يا فندم. زائد النصيحة عفوا اللي انا نسيت اقولها، يعني الناجح يا فندم ما بيفضلش يقول انا ناجح انا ناجح انا ناجح. الناس هي اللي بتشاور عليه وتمسك فيه تقول انت ناجح. اما ادعاء النجاح ما بيعملهوش ابدا اي انسان ناجح. طب يا سيادة الوزير، اكيد لشخص حضرتك كل الاحترام والتقدير، احنا بنتكلم عن اداء وده يحق لينا مادام تقييم ما فيهوش اي خروج عن النص، فاسمح لنا بده يا فندم. اي حد في العمل العام، بالعكس انت مش عمل عام كمان، هستعير الكلمة اللي قالها لك الأستاذ المذيع الكبير الأستاذ خير رمضان، حضرتك موظف في الحكومة، حضرتك بتتقاضى أجر، صح يا فندم؟ فمن حقنا إن احنا نقيم الأداء ده. أنت شايف إن صعودنا لكأس العالم مرتين في عهدك إنجاز، شكرا. وإحنا بنلعب غينيا وبنلعب تشاد وبنلعب غينيا وبنلعب جيبوتي وبنلعب سيراليون وبنلعب أثيوبيا، إن احنا نصعد لكأس العالم ده إنجاز، ماشي. طب ما تونس صعدت كأس العالم وما دخلش فيها جون، ما دخلش فيها جون. طب ما المغرب صعدت كأس العالم وما حققتش أي تعادل، كسبت 7 ماتشات. بلاش المغرب، لأن المغرب هتاخدنا إن احنا نتكلم في حاجة هتزعلنا كلنا. لكن يا فندم أنت شايف إن دول أقصى نجاح إن احنا نصعد، هو ده قمة طموحنا إن احنا نصعد لكأس العالم. طب يا فندم الفترة اللي أزهى في تاريخ المنتخب المصري اللي هو فاز فيها ب3 بطولات أفريقية متتالية في سابقة لم تحدث في التاريخ، 2006 2008 2010، ده ما كانش في عهد حضرتك، ده ما يعتبرش نجاح. في 2001 أعلى جايزة خدها منتخب مصري، منتخب الناشئين في 2001 في الأرجنتين لما خد الميدالية البرونزية، 3 عالم، ما كانتش في عهد حضرتك، ده ما يعتبرش نجاح. طب فشل كل المنتخبات بمختلف أعمارها في عهد حضرتك، ده نجاح؟ أقول إيه بس يا ربي. يا فندم بطولة كأس العالم اللي هي شغالة دلوقتي تحت 20 سنة اللي احنا خرجنا فيها 0 اليدين من الدور الأول، المغرب الشقيق المشرف صعد قبل نهائي، صعد قبل نهائي كأس عالم، يعني هاخد رابع، ده أقل مركز يوصل رابع، يعني رابع كأس عالم تحت 20 سنة واخد رابع كأس عالم 2022. المغرب مش بعيد عننا. دول ايه؟ لو احنا بنسمي مجرد الصعود ده قمة النجاح اللي بيجب كل النجاحات اللي في 70 سنة، ده على حد قول حضرتك يا فندم. طب المغرب بيتقال عليهم بيعملوا ايه؟ المغرب المكتسحين كل مسابقات منتخبات الناشئين، محليين، صالات، كل حاجة، ويعني شغالين ان هم ينقلوا الاتحاد الافريقي بشكل كامل بره مصر ويخلوه في المغرب. ده ايه يا فندم؟ حضرتك تسمي اللي بيحصل في المغرب ده ايه؟ نجاح قد نجاحنا ولا نجاح ايه؟ طب لو بعدنا عن الكوره يا فندم، رغم ان هي كريزة اي رياضه هي كرة القدم، انت عارف في عهد حضرتك يا سيادة الوزير كم بطل عالم تجنس بجنسيات تانية
وقرر انه يمثل بلاد تانية ما يمثلش مصر. ده في عهد حضرتك. يعني محمد الشرباجي بطل العالم في الاسكواش في 2022 اتجنس بالجنسية الإنجليزية ومثل منتخب انجلترا. أخوه مروان الشرباجي بعديه بسنة 2023 اتجنس بنفس الجنسية الإنجليزية ومثل المنتخب الإنجليزي. دول كانوا أبطال عالم في الاسكواش. لسه ما فيش من أسبوعين محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة اللي اتجنس بالجنسية الأمريكية، ده كان واخد ميدالية أولمبية في 2020 في طوكيو. طوكيو 2020. الراجل مشي ليه من مصر وقرر ان هو يروح للناس اللي بتقدره؟ مشي ليه؟ طلب من رئيس الاتحاد ان هو عايز مدرب، عايز اعداد، هو عايز ياخد ميدالية ذهب تشرف البلد، تشرف مصر. ده نجاح برضو يا سيادة الوزير. أرجوك يا فندم، أرجوك مع كامل الاحترام لشخصك احترم عقولنا، لأن احنا ما بنهلش وما بنسقفش لأي حاجة بتتقال لنا. احنا بنفكر وبناخد الكلام نحطه على ميزان الحق، نشوف الكلام ده صح ولا غلط. ويعز علينا قوي ان الوزير بتاعنا اللي بيمثل او مسؤول عن كل الرياضة في مصر ومسؤول عن شبابها، ان هو يقول لنا تصريحات ما تحترمش عقولنا. زي ما بنحترم حضرتك جدا يا فندم، بننتظر منك نفس الدرجة من الاحترام. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة في حلقتنا النهاردة، وهي ليه شهر يا اتحاد الكورة؟ ليه؟ عفوا. في الحقيقة بعد انتهاء التحقيقات بسبب الشكوى اللي كان مقدمها نادي الزمالك في لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، وطلعت في الآخر طبعا بلح، فكابتن أحمد سيد زيزو هو اللي قدم شكوى في اتحاد الكورة في لجنة شؤون اللاعبين، اللي طبعا وصلت لمجلس إدارة الاتحاد إن أنا عايز مستحقاتي اللي تقدر ب 83 مليون. فامبارح اللي هو الاثنين كان في جلسة في الاتحاد مع محامي نادي الزمالك مع محامي اللاعب او والده او في وجود اللاعب، ما اعتقدش لا في وجود اللاعب، لا هو كان والده والمحامي يعني او المحامي بس. المهم محامي نادي الزمالك قال ان هو تقاضى كل مستحقاته، وهو ما لهوش غير 8 مليون بس، ده المتبقي ليه. عليه غرامات، ونسبة نادي الزمالك في الإعلانات اللي عملها وهو لسه لاعب على ذمة نادي الزمالك تقدر ب 10 مليون. فأنا كابتن أحمد سيد زيزو مدين لنادي الزمالك ب 2 مليون. جميل، حلو خالص. أسهل حاجة في الدنيا هي المعاملات المالية، لأن أنا مش هديك حاجة إلا بإيصال، إلا بدليل. تحويل البنكي نفسه ده دليل. فطبعا المحقق وهو المستشار القانوني اتحاد الكرة سيادة المستشار محمد المشرة قال له جميل، ورينا التحويلات ديت، ايصالات الدفع، وصلتوا له، اصل انتوا ما اديتولوش الفلوس يدا بيد كده، اكيد يعني في دليل ان انت اديت له فلوس. قال له لا، طب احنا محتاجين بس فترة طويلة نمد، يعني بالمصطلح القانوني نمد امد القضيه، او نخلي يعني مش عارف عشان ما اقولش مصطلح خاطئ، ان احنا يعني القضيه نخلي مداها بعيد شويه، يعني عايزين ناجل القضيه شويه بس شويه كتار. طب ليه؟ هات الايصالات والتحويلات ونحكم ليك يعني. لا محتاجين فتره على ما نجمع الكلام ده. فيقوم اتحاد الكوره مديهم شهر. طب لما الزمالك اشتكى زيزو، طب ما انتوا اديتوا زيزو اسبوع، تعال رد. ولما كان مع المنتخب اديتوا له كام يوم لغايه ما يرجع. ليه شهر؟ بالعكس، دي شكوى زيزو اسهل. انتوا يا زمالك احنا دفعنا لك، خد ادي التحويلات، ادي اللي بيثبت كلامكم. ليه شهر؟ ولا الزمالك واقع، بلاش يعني واقع في مشاكل كتير يعني، فبلاش نزود المشاكل. هو يمشي غلط، هو لازم كل موقف يعمله الزمالك يبقى ماشي غلط لازم حد يمسك بإيده. هو يعني مش عارف، كل ما بيحصل موقف زي ده بفتكر المشهد الرائع اللي في فيلم التجربة الدنماركية اللي بتاع
الرائع العظيم استاذ عادل امام اطال الله في عمره. يعني بهاء كلمنا له فلان شغله، كلمنا له فلان عمل له، كلمنا له فلان. هو بهاء ده ما بيعملش حاجه لوحده؟ هو بهاء الكره المصريه ده ما بيعملش حاجه لوحده؟ ودلوقتي مع اخر فقره في حلقتنا النهارده، وهي هو لسه الزمالك عايز زقه تاني؟ ده خد زقه تاني وتالت وعاشر ومية ومليون. في الحقيقه كنت شفت فيديو كده وتجاهلته قبل الحلقه اللي فاتت، ما رضيتش اذكره، يعني حسيت ان هو بلا قيمه. يعني احد الناشطين على السوشيال ميديا كان في حلقه في قهوه فايق مع الاعلامي الرائع استاذ ابراهيم فايق، مع طبعا قصاده يعني 3 زملكاويه مع 3 اهلاويه. فلقيت حد للامانه اعذرني ان ما كنتش اعرف، ان انا فعلا يعلم الله انا عمري ما اقلل من شان اي حد، كل الناس شخوصها على راسنا من فوق واحسن مننا كمان، لكن انا فعلا ما اعرفش اسم الانسان دوت. وحد راح بعت لي الفيديو، حد من اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا بعت لي الفيديو ده على الواتس وقال لي ما تشوف الراجل ده بيقول ايه. قلت له صدقني انا شفته من الحلقه اللي فاتت، ما رضيتش اعلق يعني. لكن لما اتفرجت عليه تاني لقيته يعني ولد جوايا ردود كتير. هو بيقول ايه؟ يعني حتى لو احنا غلطانين يعني ليه الدوله ما تزقش معانا شويه؟ زقوا معانا المره دي وشوفوا. طب يا فندم، مع كامل الاحترام لحضرتك، انت عارف الدوله وكل مسؤول في الدوله زق في الزمالك قد ايه؟ انا هذكر لك شويه حاجات كده في الوقت، يعني مش هذكر لك بقى من الخمسينات والستينات ومحمد حيدر باشا كان بيعمل ايه. محمد حيدر باشا اللي كان رئيس الزمالك ورئيس اتحاد الكوره في نفس الوقت، كان قاعد 30 سنه رئيس زمالك، منهم 20 سنه رئيس اتحاد كوره. وافضل عيدها لان الجمله دي لازم تتمرر على كل الاجيال، ان في موسم الاستقالات كان بياخد اللعيبه اللي هي ممكن تقدم استقالات يوديها السجن الحربي، لان هو كان وزير حربيه عشان ما توقعش للنادي الاهلي. لكن هتكلم في الفتره ديت، يعني فتره يعني رحمه الله عليه في اربعينات ولا ثلاثينات واربعينات واول خمسينات، يعني فاللي هو محمد حيدر باشا. ما تيجي نشوف كام زقه كده يا سيادة الزملكاوي المحترم. هو الزمالك لما انسحب سنة 96 قدام الأهلي، مش كانت اللائحة يا فندم بتقول إن هو ينزل درجة رابعة؟ لما الزمالك ما ينزلش، هي مش دي زقة؟ ما نزلتش، مش دي كانت زقة؟ بالعكس، ده احنا عشان ما ننزلش الزمالك حلنا اتحاد الكورة لحسن يطبق اللوائح. وده اعترف بيه السيد وزير الشباب والرياضة في وقتها، السيد عبد المنعم عماري. هو انت يا فندم لما بتشارك كل سنة في الدوري وانت عليك مديونيات وتاخد الرخصة دي محلية وافريقية على فكرة، محلية ودولية، وانت باعتراف كل المسؤولين احنا مديونين ب2 مليار ونص، وكل شوية يضربوا لنا ارقام يعني خزعبلية كده تخلي الواحد مش عارف يفكر انتوا ازاي بتلعبوا، انتوا ازاي موجودين اساسا. تراكم المديونات ديت ده مش معناه ان انا كل سنة عمال ازق. يمكن تقف على رجليك، مفيش، والنتيجة واحدة. هو أنا كاتحاد كورة لما اديك رخصة المشاركة في أفريقيا وتيجي على اتحاد الكورة الاتحاد المصري مخالفة مرتين من الاتحاد الأفريقي لأنه أشرك الزمالك والمصري وكان عليهم مديونية، إزاي بياخدوا الرخصة؟ مرة 5000 ومرة 10000 دولار، مرتين. يعني انا مش بزقه بس، ده انا بتغرم بسبب ان انا بزق فيك، ومفيش اي نتيجة ايجابية. يا سيادة الزملكاوي الجميل، عايزني ازق فيك وانت جايب في الفريق الاول لكرة القدم 10 لاعبين اجانب ما بين افارقة، لاتينيين، فلسطينيين. يا اخي عيش على قد ميزانيتك. ما هو اقول ايه، ما كريستال بالاس نفسه يبقى قد مانشستر سيتي ويجيب لعيبه زيه لو الحبل مفتوح على الغارب. ما سيفيلا الاسباني نفسه يكون قد ريال مدريد وبرشلونه ويجيب لعيبه قدهم ويجيب لعيبه اغلى منهم. ما لازيو الايطالي نفسه يبقى قد اليوفنتوس والانتر واي سي ميلان. ما نادي بخوم في المانيا نفسه يبقى ميزانيته قد بايرن ميونخ ويجيب لعيبه بالكوم.
مش كل نادي يا فندم بيبقى ليه ميزانية على أساسها بيتعاقد مع لاعبين؟ ولا أنا أجيب لعيبة بالزوفة وكلهم يفشلوا وكلهم يرفعوا علينا قضايا وكلهم ياخدوا فلوس أكتر من حقهم؟ أزق فيك إزاي يا فندم؟ أزق فيك إزاي وأنت الفلوس بتترمي على الأرض؟ أزق فيك إزاي وأمين الصندوق يقول إحنا دافعين السنة اللي فاتت غرامات 7.5 مليون دولار، فلوس مرمية على الأرض، غرامات للاتحاد للجنة فض المنازعات. أزق فيك إزاي يا فندم؟ زق إيه أكتر من كده؟ وبكده يا أهلاوية نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، حلقة يوم الثلاث، الحلقة رقم 19. أتمنى من كل قلبي إنها تنال إعجابكم، تنال احترامكم. يعني لو عجبتكم الحلقة ما حدش يستخسر فينا اللايك ده بيفرق جدا، لأنه هو اللي بيخلي اليوتيوب يرشح الحلقة للمشاهدة. اللي لسه ما اشتركش في القناة وبيتفرج علينا لأول مرة يشترك في القناة، يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس، وشيروا لنا الحلقة بتاعتنا على منصاتكم عشان نوصل لأكبر عدد من الأهلاوية، وقناتنا المتواضعة دي تكبر بعد فضل ربنا، يكون بفضلكم انتوا أهلاوية. صدقوني كنت سعيد جدا وانا معاكم كالمعتاد على ربنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة يوم الخميس. عماد سعد، كبسولة العمدة. سلام يا اعظم جمهور في الدنيا لاعظم نادي في الكون، النادي الاهلي العظيم.